إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 من أكتوبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للمواجهات المصرية الأثيوبية في منطقة القرن الإفريقي بعد تصاعد التوترات الأخيرة التي أعقبت الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى إريتريا والقمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيسين الإريتري والصومالي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح جديدة من السودان لتشاد بسبب النزاعات والحرب هناك. والولايات المتحدة تنفذ ضربات بقاذفات من طراز B2 على مواقع لتخزين أسلحة تحت الأرض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. حذرت الأمم المتحدة من موجة نزوح جديدة إلى تشاد بعد تدفق نحو 25 ألف لاجئ من السودان على تشاد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري هربا من الحرب العنيفة في السودان. ووفق ما ذكر موقع فرانس 24 الإخباري عن منسق الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمنطقة مامادو ديابالدا، فإن عتبة 3 ملايين لاجئ الفارين من السودان سيتم تجاوزها خلال أسبوعين أو 3، معلنا أن عدد اللاجئين وصل إلى حوالي 3 ملايين تقريبا، معتبرا ذلك كارثة تعود إلى اشتداد عنف النزاع. وقال مامادو ديابالدا إن مشاهدة 25 ألف وافد رقم ضخم جدا، ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم في الوقت الذي تم تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2024 والمقدرة قيمتها بأكثر من $1.5 مليار بنسبة 27% فقط. وأكد أن هذا الدعم ليس كافيا لأن عدد اللاجئين مستمر في الارتفاع، متوقعا أن يكون هنالك المزيد من اللاجئين في تشاد في الأسابيع المقبلة بسبب تصاعد حدة النزاع في دارفور وانحصار المياه الناجمة عن الأمطار. هذا وتستقبل تشاد التي تعتبر من أكثر الدول الإفريقية فقرا أكثر من 600 ألف لاجئ سوداني. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت ضربات جوية يوم الأربعاء على 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بقاذفات من طراز B2، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قاذفات من طراز B2 ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن استخدام قاذفات بعيدة المدى من طراز B2 التابعة لسلاح الجو الأمريكي يثبت قدرة الولايات المتحدة على شن ضربات حول العالم ضد هذه الأهداف عند الضرورة وفي أي وقت وفي أي مكان. وأضاف أوستن إن الضربة دليل فريد على قدرة وزارة الدفاع الأمريكية على ضرب منشآت يصعب الوصول إليها بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو صلابتها أو تحصينها. ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي لم تكشف عن هويته، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قاذفة من طراز B2 ضد الحوثيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن تقييمات أضرار ضرباتها جارية فيما يتعلق بالهجوم الأحدث، ولا تشير إلى وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين.
هذا ونفذ الحوثيون ما يقرب من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني في العام الماضي، ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى دعم وإسناد الفلسطينيين في الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ عام في قطاع غزة. وأسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن 4 بحارة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للمواجهات المصرية الأثيوبية في منطقة القرن الإفريقي بعد تصاعد التوترات الأخيرة التي أعقبت الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى إريتريا والقمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيسين الإريتري والصومالي. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للمواجهات المصرية الأثيوبية في منطقة القرن الإفريقي بعد تصاعد التوترات الأخيرة التي أعقبت الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى إريتريا صبيحة 10 من أكتوبر، وعقد قمة ثلاثية مع الرئيسين الإريتري والصومالي، حيث تفاجأنا جميعا صباح الخميس 10 من أكتوبر بإعلان مكتب الرئاسة المصرية توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا في زيارة غير معلنة أو غير مجدولة مسبقا، تزامنا مع زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي وصل إلى أسمر قبل يوم من زيارة الرئيس المصري. ووفق ما ذكر مكتب الرئاسة المصرية آنذاك، فإن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وأنها تتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة. وجاء زيارة الرئيس المصري إلى أسمرة بعد أسابيع قليلة من زيارة قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات المصرية السابق اللواء كامل عباس إلى إريتريا. قيل إنها كانت تهدف إلى بحث استعادة الملاحة عبر باب المندب وتطورات الأوضاع في الصومال. وعقد الرؤساء الثلاثة قمة في العاصمة أسمرة تناولت تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وفق البيان الختامي، الذي تضمن أيضا إجراء مشاورات مكثفة بشأن قضايا دولية وإقليمية حيوية، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، وبخاصة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة. كما تناولت القمة تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي للتصدي للإرهاب بكافة صوره وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه. وتضمن البيان أيضا توافق الرؤساء الثلاثة في الآراء بشأن: 1. الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية، دون ذكر ماهية هذه الآراء المتفق عليها بشأن حيال الأزمة السودانية. ب. الوضع في الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة. ج. قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في سياق أهميته القصوى كممر بحري حيوي. د. تفعيل آليات التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث. ولم يذكر البيان تفاصيل أو مضمون اتفاق الرؤساء الثلاثة في النقاط سالفة الذكر. وأكد البيان الترحيب بما أسماها الجهود التي تقوم بها كل من دولة إريتريا وجمهورية مصر في دعم الاستقرار في الصومال
وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية، والإشادة بعرض جمهورية مصر المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال. ليختتم بيان القمة بالاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات. هذا كل ما تمخضت عنه القمة الثلاثية ظاهريا، أو ما تم على الأقل الإعلان عنه، وربما الأكمة وراءها ما وراءها من الأجندة التي لم يتم الإعلان عنها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للمواجهات المصرية الأثيوبية في منطقة القرن الإفريقي بعد تصاعد التوترات الأخيرة التي أعقبت الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى إريتريا والقمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيسين الإريتري والصومالي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو. واللافت في زيارة الرئيس المصري إلى أسمرة أنها تعتبر الأولى لرئيس مصري منذ الاستقلال، بالرغم من تردد الرئيس الإريتري إلى القاهرة في زيارات متكررة عطفا على ما تقتضيه المصلحة، مع بعض الفتور الذي كان يخيم على علاقة البلدين بسبب اختلافات وجهات النظر وتباين الآراء في بعض القضايا. وكان من ضمن تلك القضايا زيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة الأثيوبي برفقة رئيس الوزراء الأثيوبي كأول رئيس دولة أجنبية يقوم بذلك، وهو ما عدته مصر تحيزا في موقف الرئيس الإريتري إلى جانب أثيوبيا في قضية سد النهضة الذي تعتقد مصر أنه يضر بمصالحها. وأرجأت مصر مرارا طلب زيارة الرئيس الإريتري إلى القاهرة على خلفية هذه الزيارة، لتشهد القاهرة أول زيارة للرئيس الإريتري في قمة دول جوار السودان التي دعا إليها الرئيس المصري في يوليو عام 2023، لتعقبها بعد ذلك الزيارة الرسمية في مطلع فبراير العام الحالي، والتي جاءت أيضا تالية لزيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة بعد اندلاع الأزمة بين الصومال وأثيوبيا. وتكمن أهمية زيارة الرئيس المصري أيضا في وقت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع جيرانها توترا بلغ ذروته في الصومال، في حين تتصاعد انتكاسة العلاقات الإريترية الأثيوبية بشكل كبير يوما بعد آخر، إضافة إلى التوترات القائمة أصلا بين أثيوبيا ومصر خلال أكثر من 10 سنوات، أي منذ نشأة سد النهضة. وتشير تقارير المراقبين إلى أن الزيارة أتت في إطار التقارب الثلاثي الإريتري المصري الصومالي بهدف تكوين حلف أو جبهة موحدة ضد أبي أحمد في ظل تأزم العلاقة بين أثيوبيا والبلدان الثلاثة، على خلفية اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها أثيوبيا مع إقليم أرض الصومال في يناير الماضي بشأن الحصول على منفذ بحري، والذي اعتبرته الدول الثلاثة انتهاكا لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. فمصر التي لم يرق لها قيام سد النهضة وباءت جميع محاولاتها وتحركاتها على الصعيدين الدولي والإقليمي بالفشل في كبح جمح أثيوبيا وثنيها عن المضي قدما في خططها أحادية الجانب في عمليتي التعبئة والتشغيل، وجدت ضالتها في أزمة الصومال مع أثيوبيا بعد توقيع الأخير مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال بشأن المنفذ البحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، حيث بادرت مصر إلى إدانة المذكرة ورفضها بالكلية، واعتبار ذلك تدخلا سافرا يمس بوحدة وسيادة الصومال على أراضيه. وانعكس الموقف المصري على موقف جامعة الدول العربية، والتي أدانت الخطوة الأثيوبية بأشد العبارات ودعت إلى الوقوف بجانب الصومال لحماية سيادته ووحدة أراضيه. هذا الموقف المبرر لمصر شجع الصومال لتتعمق أكثر في علاقاتها مع مصر واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحتهم المشتركة، وذلك بممارسة الضغط على أثيوبيا من خلال توقيع اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها الصومال مع مصر في منتصف أغسطس الماضي أثناء زيارة الرئيس حسن شيخ محمود للقاهرة، وهي الاتفاقية التي تمخض عنها إرسال مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالسلاح والمعدات العسكرية في نهاية أغسطس الماضي. وبعدها وصلت إلى ميناء مقديشو سفينة عسكرية مصرية تحمل أيضا أسلحة ومعدات عسكرية
شملت المدفعية الثقيلة وعربات الدفع الرباعي المدرعة. ووصفت هذه الشحنة بأنها أضخم شحنة عسكرية تصل إلى الصومال منذ رفع حظر تصدير الأسلحة. إضافة إلى ذلك، أعلنت مصر أنها تنوي القيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الصومالي في الأراضي الصومالية، وأنها تهدف إلى نشر نحو 5000 جندي مصري للمشاركة في هذه التدريبات، بالإضافة إلى استعدادها لتكون جزءا من قوات حفظ السلام الجديدة التي ستخلف قوات حفظ السلام الحالية بعد انتهاء مهامها مع نهاية العام الحالي. وتقول مصر إنها تهدف من ذلك إلى مساعدة الصومال لبلوغ الاستقرار والخروج من مأزق الحروب الأهلية التي عصفت بهذا البلد لأكثر من 3 عقود. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للمواجهات المصرية الأثيوبية في منطقة القرن الإفريقي بعد تصاعد التوترات الأخيرة التي أعقبت الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى إريتريا والقمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيسين الإريتري والصومالي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وتعتقد مصر أن أثيوبيا تحاول خنقها وحبس الأنفاس في رئتيها من خلال التحكم في نهر النيل أولا، وثانيا من خلال الوصول إلى البحر الأحمر والتأثير في أمن الملاحة والحركة البحرية التي ستنعكس آثارها على قناة السويس من خلال القاعدة العسكرية التي ترغب أثيوبيا في بنائها في حال حصولها على منفذ بحري، وهو أمر لا يمكن أن تسمح به مصر البتة. وعبرت عنه صراحة الاثنين الماضي في رشقات تصريحية مع أثيوبيا عقب إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي دخول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل حيز التنفيذ في 13 من أكتوبر، مشيرا إلى أن يوم 13 من أكتوبر 2024 يمثل تتويجا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، وأن دخول الاتفاق حيز التنفيذ يلغي اتفاقيات الحقب الاستعمارية التي كانت تخدم طرفا واحدا. حيث ردت مصر والسودان على هذه التصريحات بتأكيداتها على أن الاتفاقية غير ملزمة لمخالفتها مبادئ القانون الدولي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه، والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود، وهو موقف شدد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي الأربعاء بالقاهرة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل، حيث أكد بأن قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر، وشدد على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر، مؤكدا أن القاهرة تتخذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصا إذا حدث أي ضرر. لذلك فإن مصر تحاول من خلال هذه التحركات في دول المنطقة إريتريا والصومال الدولتين المجاورتين لأثيوبيا إلى لعب أدوار أكبر في منطقة القرن الإفريقي، لأن كل من إريتريا ومصر والصومال يجمعهم قاسم مشترك يتمثل في تأمين الملاحة البحرية في المنطقة من المطامع الأثيوبية. وبالتالي قد تلجأ مصر وحلفاؤها إلى دعم الجماعات المناوئة لنظام أبي أحمد، سواء كان ذلك في إقليم الصومال الأثيوبي الأوغادين، أو ميليشيا الفانو في إقليم الأمهرة، أو التجراي، أو المناوئين من قومية الأورومو، دون الحاجة إلى خوض حرب مباشرة، باعتبار أن دعم الجماعات المسلحة أقل تكلفة من الدخول في حرب مباشرة، وتأثيراتها أقوى لأنها تستهدف الجبهة الداخلية في الدولة، بخلاف المواجهة المباشرة التي قد تؤجل موضوع النظر في الخلافات الداخلية في مواجهة العدو الخارجي. كما أنه يمكن التنصل من تبعيات هذا الدعم بكل سهولة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية دخول الحرب المباشرة تحتاج إلى مبررات إقناع كافة الدوائر الإقليمية والدولية بل وحتى المحلية، وهي خطوة غير محمودة العواقب باعتبارها مستنقعا يصعب الخروج منه والتنصل من تبعياته. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للمواجهات المصرية الأثيوبية في منطقة القرن الإفريقي بعد تصاعد التوترات الأخيرة التي أعقبت الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى إريتريا والقمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيسين الإريتري والصومالي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا
صوت مستقل لإريتريا. ويعزو بعض المحللين دخول مصر بهذا العمق في منطقة القرن الإفريقي إلى وجود ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبتشجيع منها لكونها لا تريد أي زعزعة في الصومال الذي تقوم بمساعدته في القضاء على حركة الشباب. وفي ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن سياسة أبي أحمد في حربه في إقليم التيغراي، وأيضا يهمها بقاء أثيوبيا موحدة في ظل قيادة تحظى بقبول، ولها كذلك رغبة في مشاركة مصر وإسهامها في تعزيز أمن المنطقة الذي يشهد هجمات متكررة سواء من القراصنة الصوماليين أو من جماعة أنصار الله الحوثي التي تشن هجمات على سفن الشحن التجارية منذ العام الماضي على إثر حرب غزة، والذي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة عبر باب المندب وقناة السويس، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد المصري بسبب الشلل الذي أصاب القناة نتيجة تغيير معظم سفن الشحن التجارية مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، حيث أن الولايات المتحدة وحلفائها لم يتمكنوا من التصدي بشكل كامل لهجمات الحوثيين وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وهذه الهجمات أدت إلى تضرر الإيرادات المصرية خلال العام الفائت، حيث أشارت تقديرات المسؤولين المصريين إلى أن مصر خسرت حوالي 6 مليارات دولار بسبب عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، وأن الخسائر أيضا طالت السعودية والسودان وفق تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي الجانب الآخر تنظر أثيوبيا للتحركات المصرية والدعم العسكري للصومال إلى أنه تواطؤ صومالي مع جهات خارجية يهدف لزعزعة استقرار أثيوبيا والمنطقة، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيالها وفق ما جاء في بيان الخارجية الأثيوبية. كما عبر وزير الخارجية الأثيوبي السابق ورئيس الدولة الحالي تايي أصقى سلاسي عن قلقه من أن تصل الذخيرة التي زود بها الصومال إلى أيدي الإرهابيين، وذلك بعد يوم واحد من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في مقديشو. ولا شك أن ذلك يسبب قلقا جيوسياسيا لأثيوبيا نظرا للتاريخ المعقد والنزاعات المستمرة مع هذه الدول، وإن محاذاة هذه الدول الثلاث كل منها بمصالحها الخاصة والمتضاربة مع أثيوبيا يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على الاستقرار وتوازن القوى في منطقة القرن الإفريقي. فهل سيعمل هذا التحالف على استهداف أثيوبيا وإغراقها في مستنقع النزاعات الداخلية بالشكل الذي يضعفها ويثني عن إقامة مشاريعها المزمعة حول السد، أم أنها ستغير نهجها وتصرف النظر عن مسألة المنفذ البحري وتلجأ إلى خيارات بديلة مقبولة لدى الأطراف؟ وهل ستكف عن التصرفات الأحادية في عملية الملء والتشغيل للسد بالاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان وفق تفاهمات مرضية من خلال العودة إلى المفاوضات من جديد بعد أن فشلت سلسلة المفاوضات السابقة نتيجة تمسك كل طرف بمواقفه، أم ستكون أثيوبيا في مواجهة مصر وحلفائها؟ هذا ما ستكشفه لنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات الأيام القادمة، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح جديدة من السودان لتشاد بسبب النزاع والحرب الدائرة هناك. والولايات المتحدة الأمريكية تنفذ ضربات بقاذفات من طراز B2 على مواقع لتخزين أسلحة تحت الأرض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.